السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل التوتر جزء من حياتك؟ هل أنت إنسان بتتوتر لما شغلتين يصيروا بنفس الوقت؟ هل أنت إنسان التوتر جزء يومي في حياتك حابب تتخلص منه؟ إذا كان هيك هذا الفيديو بإذن الله لإلك، لأني عم بحاول أني أجيب شوية معلومات تساعدك لتتعامل معه. التوتر جزء في حياة كل إنسان، ولكننا بنتفاوت كيف بنتعامل معه. الفيلسوف الأمريكي ويليام جيمس بيقول شغلة كتير حلوة: The greatest weapon we have is our ability to choose a thought on another. أكبر وأقوى سلاح عنا إياه هو استطاعتنا إنه نختار فكرة على فكرة أخرى. طب شو هو التوتر أصلاً؟ التوتر هو حالة نفسية وجسدية بتصيب الإنسان لما يبطل يعرف شو بده يعمل، لما يصير حاسس إنه هو مضغوط، لما يصير حاسس إنه هو ما حيقدر يلبي الديدلاين، أو إنه يكون في وقت زمني لازم يخلص شيء معين، أو حط حاله في مشاكل كتير، أو بفكر كتير بمشاكل ناس تانية ما له حل فيها، أو لما يحس حاله إنه هو ما بيقدر يعمل أي شيء. هذا كله بيخليه متوتر نفسياً، وأكيد التوتر النفسي بيتحول لمعضلات ومشاكل جسدية، وأغلب أكثر من 70% من الأمراض الموجودة هلأ سببها الستريس. والتوتر بيعمل أمراض فيك تشوفها بشكل يعني واضح. زي شو؟ زي مثلا الأكزيما اللي على الجلد، زي أمراض القلب، زي إنه وزنك بيزيد، زي إنك تقدرش تنام، مناعتك بتنزل، قدرتك على التفكير بتقل، ذاكرتك بتنزل، تجاعيد وجهك بتزيد. توتر لازم نحاول نبعد عنه قدر المستطاع، أو على الأقل نحاول نعرف وندرس ونفهم وندور كيف فيني أكون أفضل بتعاملي مع التوتر اللي بيصيبني في حياتي اليومية. ومصادر التوتر ممكن تكون كتير، ممكن تكون من البيت، من الشغل، مسلسل بتحضره انت كتير مندمج فيه، ممكن يكون في مباراة او فريق بتشجعه، او فلوس انت مستثمرها في محل، او امتحان عندك اياه مش دارس له. الاشي الطبيعي انك تتوتر، الاشي المش طبيعي انك انت تخلي نفسك للتوتر ولا كأنه لك دخل وانك انت طرف ثالث. لا، انت مسؤول انك تعرف كيف تتعامل مع هذا التوتر عشان دائما بإذن الله تاخذ القرار والطريق الصحيح. وعشان تتعامل مع التوتر في اساليب عمليه كتير حاولت الخصها بهدول بس اللي بهذا الفيديو. اول وحده، شو عم بتدخل جسمك، شو عم تاكل. لازم تبعد عن النيكوتين، لازم تبعد عن الكحول، ولازم تبعد عن الكافيين. هدول الثلاثه مدمرين، هدول الثلاثه زي الغاز على النار للستريس. اذا انت بتحط بجسمك اي وحده منهم ابعد عنهم قدر المستطاع، وخلي جسمك ينظف منهم. اشرب مي كتير، العب رياضه، اي شيء بس خليهم يروحوا من جسمك عشان تقدر تتعامل مع التوتر بشكل افضل. كمان الانسان لازم يركز انه يحرك جسمه من وقت لوقت تاني، ما يضل تارك جسمه هيك بس بيستعمله ليروح على الشغل، ليركب السياره، لينزل من السياره. هذا الجسم الله اعطاك اياه امانه، لازم تدير بالك عليه. لا تحرم حالك من لو 5 أو 10 دقائق في اليوم، شويه مشي، شويه رياضه، شويه اي شيء تعرق عشان تضل الدوره الدمويه ماشي في جسمك. لانه لما تلعب رياضه خصوصا بعد الشغل ل5-10 دقائق زي رياضه المشي او رياضات على السيكل او شغله زي هيك، بتنزل مستوى الكورتيزول كتير بجسمك، وبترفع عندك كتير البلد فلو وتدفق الدم، وهذا الشيء بيخلي عضلاتك تسوي ريلاكس، وبيخلي كل جسمك يهدى، والتوتر بإذن الله بيروح. كتير من الناس بتشوفهم بتوتروا في الفترة الصباحية لما يكون جاي على الشغل أو رايح على المدرسة، بتحسه ما له خلق الصبح. ليش؟ لأنه هو سليب ديبرايفد، يعني النوم تبعه مش مكفيه، ما عم بينام كفاية. وهي مشكلة كتير منا بمروا فيها، لأنه بنمسك التليفون على هالفرش وبنقعد عليه 2-3 إلى الساعة 3 الفجر، وبدنا نصحى على 6 أو 7 الصبح. طبعا هذا الإشي كتير 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 صعب. حاول زيد فترة نومك قد ما بتقدر، خصوصا لو التوتر صار بينتشل قاعد كل السعادة وكل الراحة بحياتك. لازم تاخذ قرار الساعة 10-11 ماكسيموم بدك تكون نايم، خصوصا في الايام اللي بتكون كتير كتير متوتر فيها. ولو كان توترك مانعك حتى انك تنام، في اعشاب معينه، انواع شاي معينه صحيه واورجانيك 100% فيك تشربها، بتخليك تهدى وتصير ريلاكس وتقدر تنام نوم عميق باذن الله، وتصحى فريش وجاهز ليوم جديد. وحده